والله لو انت مستنيني جاي اقول لك فنيات بقى وبتاع، وان احنا بنروح وبنيجي وبنعمل وبتاع. فده ما فيش ده انساه، ده انساه نهائي، عشان احنا كل ما نعرفه عن كرة القدم انها فيها بل، لا اكتر ولا اقل. خلصت. اقسم بالله ما في جمله. لا يا عم عشان ما اظلموش بقى، في جمله بتتعمل. الكوره صلاح يستلمها، اللاعب يعدي يدوها له، ما بتعملش اي حاجه. خلصت. هي دي الحاجه الوحيده اللي بنعملها في الماتش وكل الماتشات اللي فاتت. يا عم ده احنا ما بنقدمش كوره، ده احنا بنقدم عته عته يا جدعان. اقسم بالله اقسم بالله انا كنت طلعت امبارح صورت. والله القناه دي اللي كانت تتقفل وقتي. يا جماعه بي اند اوفن بنخسر بيها اربعه، بنخسر منها 4-1 في الانفيلد في دوري الابطال، اللي اصلا كلوب كان في الماتشات ديت كان بيريح التشكيله الاساسيه وبينزل الاحتياطيين وبيكسب بيها سكور. تخيل. تخيل احنا بقينا فين. تخيل الاداره، كميه العته اللي بيقدموه. ده انا اكتشفت كمان يا جماعه ان في جمهور بعد الماتش، مش كل الجمهور، معظم الجمهور طالعين يقولوا احنا لسه مدينه الثقه. ثقه إيه اللي انت مديها له؟ ثقه ايه لما يهبط بينا؟ يعني انت مستنيه يهبط بينا؟ ما هي ملهاش حل غير كده، هيهبط بينا. ملهاش حل. فين؟ ولا بنقدم كرة، واقف على الخط ملوش اي 60 لازمه. لا حول ولا قوه في الملعب. يعني حتى في الشوط الاول الاستحواذ كان معانا، بس احنا مش قادرين نعمل حاجه، مفيش سلاح هجومي. تخيل ان انا بقول لك انت بقالك 3 ماتشات، يا عم دخل ماتش الريال 4 ماتشات ما سجلتش غير جونين. يعني انت عامل صفقات ب 500 مليون، ومحمد صلاح كمان موجود في الفرقه، وفي 4 ماتشات ما سجلتش غير جونين. تخيل. اقسم بالله عته، اقسم بالله عته. طالما وصل لك بقى الفيديو يعني قدرنا بقى، واعمل لنا لايك واعمل لنا سبسكرايب. ما تنساش تصلي على النبي وتابعني طبعا على السوشيال ميديا، تيك توك والفيس والانستا، هتلاقيهم تحت في الديسكربشن. واعمل لايك ويلا بينا. ليتس جو. اقول لك التشكيله. ما مرضاش فيلي لان اليسون كده كده مصاب. تمام. اليسون اتصاب بعد ماتش نوتنجهام فورست. 2 قلب دفاع، كوناتي تسلخات، وفان دايك بيلعب طايره. ما انا جاي لك في كل حاجه. تمام. كيركيز. كيركيز ده بيفكرني بنفس ستايل رحيم ستيرلينج. مش اللي هي المهارات والكلام ده، لا لا لا. في الوضعيه اللي هو والله العظيم هي نفس الوضعيه. يلا بينا يا عم. جونز كان بيلعب تقريبا باك يمين. هو يعني سوبو سلاي شويه بيطلع نص ملعب، بعد كده بيرجع عالمي سوبو سلاي، بعد كده بيرجع جونز يطلع شويه كده، يعني بيبدلوا بيعملوا سويتش هما الاثنين. تعرف نص الملعب جرافنبرغ وماكاليستر وياسوس لايا جون زي ما قلت لك. قدام محمد صلاح، حوده جاكبو جاي له، وايكيتيكي. لما هو ايكيتيكي، انت شفت ايكيتيكي؟ شفت الفرق بين ايكيتيكي وايزاك؟ ايزاك لسه مش جاهز يا جماعه، ايزاك لسه مش جاهز نهائي. يا راجل حتى ايكيتيكي بيحاول، بس بينزل الكرة ويستلم ويسلم وبيجري وبيضغط. لكن ايزاك انا ما بشوفش الحاجات دي من ايزاك، استحاله ما بشوفش الحاجات دي خالص. هو انت يا ابني، طب لما هي كده من الاول، هو انت ما بتشوفش؟ يعني هو انت ما بتشوفش ولا التدريبات ديت تبقى بيعملوا فيها ايه، ولا انت اصلا مالكش اي 60 لازمه؟ طبعا الماتش بيبدا بفان دايك بيطلع بيستلم الكره بايده. يعني انا ما شفتش كده في حياتي. يعني انا ما شفتش كده، وانت قلت لهم بس انا الجول وطلعت جبتها بايدك. في ايه يا ابني؟ يا جماعه مش كده يا جماعه، اقسم بالله ده انت، ده احنا بقينا في الضياع، بقينا في الضياع عشان تستلم اول جول. خد من اول الماتش اول 5 دقايق ما كملناش، علشان الماتش اتقلب علينا طبعا. وبياندفون فرقه وحشه على فكره، وكسبتنا السنه اللي فاتت. تخيل انها كسبتنا السنه اللي فاتت 3-2 في عز بقى لما ليفربول كان اصلا بيتعادل. كنا بنطلع بقى نصيح وبتاع، ولا ازاي ليفربول يتعادل؟ كسبتنا السنه اللي فاتت. فانت متخيل ايه اللي يحصل السنه دي؟ هتفشخنا على طول 4-1. ما انت شفت ما بنقدمش اي حاجه في الملعب علشان نتعادل طبعا. يعني الملك سوبوسلاي خارج التقييم، وغلاوه سوبوسلاي من اول الموسم يا جماعه مش طبيعي. سوبوسلاي في حته تانية. الحسنه الوحيده اللي في ليفربول حاليا هو سوبوسلاي. مفيش حد حتى قريب منه. خلصت. طبعا نطلع الشوط الاول 1-1 والدنيا لذيذه، وكنا ماسكين كوره بس مفيش خطوره. وجت كوره عن طريق فان دايك باشا، جت في العرض. بس ده كل ملخص الشوط الاول. ماسكين كوره، استحواذ في ايدينا وكل حاجه، بس مفيش اي حاجه بنقدمها، مفيش حلول هجوميه، مفيش. خش على الشوط الثاني، علشان احنا دفاعنا كارثي. كل مرتده بتتعمل علينا تبقى جول.
كل مرتده جول. في يا جماعه مش كده مش كده، انت ازاي تبقى فرقه كبيره؟ انت عايز تبقى فرقه كبيره؟ لا، ده احنا هنهبط، ده احنا هنهبط وهنطلع من دوري الابطال علشان الاداره بنت الجزمه مش عايزه تمشيه، واثقه فيه. يا عم ما كانش دوري يا جدعان، والله ما كان دوري يا جدعان، ده انا قرفت بقى، ده انا قرفت، انا ما كنتش عايزه، ما كنتش عايزه. مش كده يا جماعه. الشوط الثاني دفاع كارثي، طبعا بيتعمل علينا هجمه طق 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 جول، تصدق ما شايلش ولا كوره الممرضش فيه، كل الاجوان كلها ما شايلوش اي حاجه، دفاع كارثي. كوناتي رايح في 60 داهيه، امشي. شوف انت رايح انهي فرقه وهنديها فلوس عشان تغور في داهيه، خلصت. الفرقه اللي انت رايح هنديها فلوس، لان ريال مدريد، ريال مدريد عشان تبقى فاهم هي صرفت نظر، والله ما مش هتاخدك، هتروح تجيب اوبا ميكانو، هتجيب مارك جويهي، لكن هي مش هتجيبك، انسى ويمشي. هم في كلام اللي بيقول لو ما جددش هيمشوك يناير. 60 سلامه، 60 مليون سلامه، مش عايزينك، خلصت. ده انت كارثي ضايع مش عايز تجدد. ده احنا بقى، ده احنا ما بنشوفش. دفاع كارثي، واحد سباك واقف على الخط. المفروض ان الاداره لو عايزه تنقذ الموسم، سيبك من الدوري عشان خلاص الدوري انساه، تمام، انت بس الدوري يعني تحلم انك تنافس بس ايه على المراكز بتاع الدوري الابطال بس، لكن انك بقى تاخد دوري دي، فدي عايزه معجزه، تمام. لو انت عايز تنقذ فعلا الموسم، تبدا تجيب تشوف مدرب. يا عم يا جماعه جيبوا لنا يورجن كلوب، يا جماعه بقى جيبوا لنا يورجن كلوب، والله ما عندي مانع يرجع واخسر الدوري فرق نقطه عادي، فداه، بس كان بيلعب كوره يا جماعه، ده الانفيلد، ده احنا شخصيتنا كلها فقدناه، ده الانفيلد اللي كنا يعني بنستقبل فيه الناس، كان بص بيتهزلوا شنبات. الجمهور بقى بيخرج من الدقيقه 80، والله عمري ما شفتها ان جمهور الانفيلد يخرج من الملعب من الدقيقه 80، دي عمري ما شفتها غير الماتش اللي هو اياندوفن ده، وماتش نوتنجهام فورست، ده قدام الريال لما كنا خسرانين في الانفيلد 5-2، الموسم تقريبا اللي فات او اللي قبله 5-2، والجمهور كان في ملعبه بشكل. يا جماعه احنا بنفقد شخصيتنا. الضغط اللي كنا بنعمله في الانفيلد ما فيش ضغط، ما فيش ضغط نهائي. اللعيبه كلها بره الفورمه، كلهم بره الخدمه نهائي. وانا مش هشيل لعيب حاجه، اللي يشيلها ارني سلوت. المشكله تصريحاته، طلع بيضحك، لا وبيضحك فشخ ضبه على الاخر، تمام. وبيقول لك ان الاداره كلمتني قبل الماتش وقالت لي ان هم مديني كل الثقه والدعم. قالوا له طب وبعد نتيجه الماتش دي، قال لهم مش عارف بقى يكلموني ولا لا، وبيضحك. ده كمان بيقول لك ان ارني سلوت ايه هو اللي بيقول ان الاداره مداله كل الثقه والتوفيق باذن الله. والله والله مع نلعب دوري ابطال لو الراجل ده كمل، ما فيش تحسن هتشوف، تبقى فاهم. بس احنا دخلنا على 2 توقف دولي، 2، واحد منهم كنا متصدرين منه الدوري، واحد منهم لا واحد منهم كنا متصدرين منه الدوري، الثاني ما عملش فيه احنا اصلا بفضل يعني اللي هو فاهم، كان معاك شويه حظ في اول 5 ماتشات اللي انت كسبتهم في دوري ابطال وفي الدوري، كان معاك حظ والدنيا ما كانت ماشيه جميله، لكن خلاص لا الكوره مش هتفضل معاك كده، مش هتفضل تديك حظ، مش هتفضل كده. لكن اداره، مش عارف، المفروض ننقذ الموسم ونجيب مدرب عدل، نجيب مدرب عدل، يا راجل اي مدرب، جيبوا لنا يورجن كلوب بقى، جيبوا لنا زيدان لو هيرجع، جيبوا لنا اي حد مكان الراجل ده، والله ما بشوف منه فنيات. و- انا السنه اللي فاتت، بس انا كنت لسه بصور فيديوهات والكلام ده، بس الناس اللي عارفيني ليفربولي وكده فبيقولوا لي ان ارني سلوت واخد الدوري ومدرب جامد، قلت لهم ارني سلوت واخد الدوري السنه اللي فاتت بفضل محمد صلاح. تخيل ان محمد صلاح مساهم مع الفرقه اهداف في الدوري 70%، يا راجل، يا راجل، ده محمد صلاح جايب له الدوري، ده راجل ولا بيقدم فنيات في الملعب، ده بعد انخفاض مستوى محمد صلاح بعد ماتش باريس، الليفر كلها برضو الليفر كملت الموسم فاهم اللي هو بالحروق له، لان المنافسين كلهم زي ما انت كنت شايف. لكن انت دلوقتي بقى في منافسين دلوقتي ارسنال بقى حاجه مرعبه. شفت الماتش امبارح عملوا ايه في الباير؟ لا ارتيتا يا جماعه، المشروع اهو، المشروع اللي كان العالم كله بيتريق عليه، شفت المشروع بقى مرعب ازاي، شفت سكواده بقى عامل ازاي، شفت ارتيتا وبقى الريسكات اللي بياخدها، ما بيهبش حد يا جماعه دلوقتي، ما بيهبش حد. باشا نيوكاسل في جيمس بارك، طق
البايرن يجي لك خد توتنهام اديله، هتشوف ماتش تشيلسي. خلي بالك، يمكن تشيلسي واداراتها الماتشات الكبيره كويسه. لا بس ارسنال صعب يا جماعه. ارسنال اخر 10 مباريات في الامارات كسبهم كلهم مستقبل هدف واحد من البايرن امبارح. فاحنا بعيد جدا. احنا لسه عندنا يعني قول فرصه صغيره، فرصه صغيره. ده ايه انك تصعد من اول 8 في دوري الابطال. انت قدامك لسه ماتش صعب، ماتش الانتر، قدامك ماتش اتلانتا، ماتش زي الخرا. احنا في الضياع منهم بقى الثلاث ماتشات دول لازم تاخد التسع نقط علشان تصعد من الثمانيه الاوائل وما تخشش في الدوامه بتاعت الملحق ده. فلان الدوري خلاص، انا قلت لك الدوري انت هتنافس في الدوري على ال 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 الاماكن المؤهله لدوري الابطال. طب دوري الابطال انت محتاج في دوري الابطال؟ لا لسه عادي، دوري الابطال لسه ما وصلتش للادوار الاقصائيه للكراسيه دي. الاداره مش هتمشيه. استحملوني في الصياح اللي هطلع اقوله في كل ماتش، لان انا بقيت هشوفه في الاسبوع مرتين. الراجل في الاسبوع مرتين، تمام. فهنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ده حالنا ولازم والله يا جماعه انا امبارح بسمع ماتش البايرن ومش قادر خلاص اول دقيقتين قلبت جبت ماتش ليفربول. ما صعبه برضه يعني، انا بشجع الفرقه دي. فيعني حكنن عليا وما خلانيش اسمع ماتش ارسنال والبايرن، ماتش باريس وتوتنهام كان ماتش جامد، ماتش الريال وماتش اتلتيكو مدريد وانت، ماتشات كتير ما سمعتش حاجات. قعدت اسمع له، قعدت اسمع للعره ارني سليب. تقييمات اللعيبه: ممرداشفيلي صفر، كوناتي -3 مثلا، حلو عليه -3. ده تسلخات ده. كوناتي تسلخات. فان دايك صفر، تركيز 2 من 10. جونز صفر. جونز ده مفكر نفسه نيمار. هو بقى فاهم يعني، بيجي له بقى التهيؤات بتاعت نيمار. هو على الله حكايته زيرو. سوبوسلاي 8 من 10 يا جماعه. اقسم بالله سوبوسلاي بيعمل حاجات في الملعب يا راجل، ده بيلعب في كل حته. الراجل تلاقيه في شمال بتلاقيه، يمين بتلاقيه، باك بتلاقيه، نص ملعب بتلاقيه. هيعمل لك ايه تاني؟ طب هيعمل ايه تاني؟ وتبديل الكونات الشهيره دي بقى بص يعني، كل مره يطلع كوناتي وينزل حد يا راجل يا راجل. جرافنبرغ صفر، ماكاليستر 2 من 10، محمد صلاح صفر. صلاح بقى بعيد قوي يا محمد صلاح، انا اسف والله. والله ما في حد بيحب الراجل ده قدي. بس انا اسف، انت بعيد عن مستواك، والفرقه كلها بعيده عن مستواك بسبب السباك اللي واقف على الخط. تيكي 5 من 10. حوده جاكبو، حوده خرع على دماغه -10. -10 وما افتحش بقك بقى. كفايه عك بقى، كفايه يا جدعان. لا حول ولا قوه الا بالله. يا رب يا رب، انا مستني اقالته من امبارح يا جماعه. احنا النهارده دلوقتي الساعه 6، يعني احنا بعدها من الساعه 6 ومفيش اي كلام. والكلام كله ان الاداره مديه كميه الثقه دي لارني سلوت. طالما وصلت معايا لحد هنا فانت على دماغي والله. متنساش بقى تعمل لنا لايك، تعمل لنا سبسكرايب، وسلام.